سفر يشوع رح هيك ناخذ بعض الدراسات من سفر يشوع صح 7 ابتداء من عدد 1. كلمة الرب بتقول: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عقان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت أون شرقي بيت إيل، وقال لهم: اصعدوا تجسسوا الأرض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع قالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا، ولاحقوهم من أمام الباب إلى شبابين وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن، فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقتلون اسمنا من الأرض. وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. قم، قدس الشعب وقل: تقدسوا للغد، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن الثبوت أمام أعدائك حتى تنزع الحرام من وسطكم. ربنا يسوع، نشكرك يا رب لأنك إله قدوس وتريد شعبك أن يتقدس. نشكرك يا رب لأنك إله لا تساوم ولا تتساير مع الغلط أو مع الخطية، ولكن يا رب تريدنا أن نكون قديسين لأنك أنت قدوس. يا سيد الرب، لا تسمح أن نساير الخطية، لا تسمح يا رب أن نتعامل معها وكأنها شيء بسيط، ولكن يا رب ساعدنا لكي نعيش الحياة المرضية أمامك، لكي نكون بين يديك أواني للكرامة تستخدمنا كما أنت تشاء. باسم الرب يسوع المسيح نسأل، آمين. آمين. أحبائي تفضلوا. رح أحكي 3 نقاط بسرعة. أول نقطة طبيعة الخطية، ثاني نقطة نتائج الخطية، وثالث نقطة التحرير أو التحرر من الخطية. أول نقطة طبيعة الخطية. شو هي الخطية؟ عخان شو عمل؟ كل ما هنالك شاف عجبه شيء شنعار هذا توب حلو من صوف يمكن مرتب ومطرز بالذهب وزنار ذهب، يعني شيء بيلفت النظر، يعني شيء له قيمه، فحرام هذا يروح هيك بدون شيء. اخذوا خباب الخيمه تحت. بس ليش خباب الخيمه؟ ليش ما اخذوا وحطوه بالخيمه؟ لانه عارف انه الرب قال لهم: ما تاخذوا شيء، ما تاخذوا شيء من هنيك، ما حرموا كل شيء. تذكروا معي شاول لما راح محارب وقال له الرب من خلال صموئيل، قال له: ولا غنم تاخذ ولا شيء تاخذ، بتدمر الكل ولا بدي شيء منك ابدا. فشو عمل هو؟ قتل الناس وراح وعمل انتصر على الحرب، لكن شاف هيك حليت بعينه كم غنمه واخذهم حطهم هنيك. ايش صموئيل اللي عنده؟ بيقول له: شو عملت؟ بيقول له: عملت مثل ما بدك بالضبط، مثل ما بدك، مثل ما الرب قال له مثل ما الرب قال. طب قال له: طب شو صوت الغنم هذا سمعانه؟ قال له: لا، هدول غنمات مشان نقدمهم ذبيحه للرب. قال له: يا مسكين، هل الرب محتاج غنماتك؟ هل الرب محتاج إلك؟ كل الارض له، لكن اهم شيء له انك ما تاخذ من الحرام اللي حرمه الرب في حياتك. الرب لما بيوصي شيء، اذا الخطيه بتبدا بالتعدي على ما يقوله الله، لانه مكتوب بيوحنا انه كل من يفعل خطيه يفعل التعدي ايضا. والخطيه هي شو هي؟ تعدي. شو يعني تعدي؟ يعني عمل العصيان بعكس ما يطلبه الله منا.
لما نتعدى ما يريده الله منا، هيدي الخطية. أحيانا بنفكر الخطية تعمل جريمة، ولا تروح تزني، ولا تلعب قمار، ولا تعمل أشياء مضرة في الغير، ولكن الخطية هي أن تتعدى على وصية الله. لاحظ شو بيقول: قد أخطأ، مش عاخان، ما قال عاخان اللي أخطأ، كل الشعب أخطأ. طب ليش أخطأ كل الشعب؟ يمكن الناس شافوه تركوه. بيقول: قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي اللي كنت أنا معه.